نادر مرسي. احمد فتحي شكله هيشوط مباشره. احمد فتحي جول جول، تخبط وتغير اتجاهها ويتقدم النادي الاهلي. حلوه حلوه حلوه، فيها القوه من احمد فتحي، شايتها على اساس تغير مباشره، تتحول لداخل مرمى نادر سعد. فعلا تغير اتجاهها وتخدع نادر سعد على يمينه عشان يبقى الهدف الاول بعد 16 دقيقه. هتشوفها تاني، ادي التسديده من اعتقد المدافع، هنشوف اهو يتغير اتجاهها ويحطها حتى الان. مانجا خطف وبينا يارو عايز يعدي، فرصه جول جول من الخطأ وهدف تعادل عبد ربه فيليكس. مش ممكن محمد فيليكس يتعادل من خطأ لدفاع النادي الاهلي، ينفرد ويتعادل بعد ما جت كرة كوابينا يارو تتهادى امام فيليكس. هنشوفها تاني اهي، شوف الاثنين كانوا قريبين جدا، عبد الفضيل واحمد السيد، وهناك في الجانب الاخر عبد ربه فيليكس بمفرده يعادل. نشوف حضراتكم كلهم هنا اهو، من الثلاثه هنا واتساب خالص فيليكس ولعبها على الثابته ومصدر الخطوره اهي. وادي العرقله والاعاقه وضربه جزاء للانتاج الحربي فين؟ في الدقيقه 43. الكرات الثابته هو اللي هيلعب الكوره، هم يخرجوا بره منطقه الجزاء. داخل جمعه مشهور، جمعه جول جول، الهدف الثاني للانتاج الحربي. الهدف من ضربه الجزاء. سبحان الله، سبحان مغير الاحوال، هي كره القدم. النادي الاهلي ضاغط بيلعب في منطقه جزاء الانتاج الحربي الشوط الثاني باكمله، ومن الزياره الوحيده والظهور الاول لكوابينا يارو المختفي تماما واللي بيلعب بمفرد. دقائق عصيبه تاني، احمد فتحي جول جول، هدف التعادل. شبانه عبد الحميد، شبانه مش ممكن عبد الحميد شبانه يتعادل للنادي الاهلي في الدقيقه الرابعه، ويفرحوا جماهير النادي الاهلي العظيمه. الحقيقه حلوه يا ولد يا لعيب، ارتقاء رائع، يا سلام، موجه وهو طالع وحاططها في الزاويه البعيده هناك عشان يتعادل في وقت قاتل في الدقيقه الرابعه من الوقت البدل الضايع، وتصبح النتيجه 2-2. مش ممكن، ادي المباراه عماله تروح وتيجي هنا وهناك.